قلت لي ريدر هذول اللوسيات سبوا اهلك، سبوا مدري منو، سبوا مدري منو، سبوا مدري منو، سبوا مدري منو. يا اخي اباوع يعني ثاني مال مسبه واحد يسب مثلا جابوا سيره والدتي، جابوا سيره اختي، جابوا سيره مدري منو، جابوا سيره مدري منو، انت هيك هيك هيك. طب يا اخي احنا البارحه بدنا نحكي اصلا بغير مواضيع، يعني انت ما حد ما حكي عليكم، يعني ما حد ما جاب طاريكم، يعني لوسيات عيوني ما حد ما جاب طاريكم. هذا اول شيء. ثاني شيء انا مستحيل ارد على شخص مثلا يجيب سيره والدتي، وطبعا هذا الشيء لا عبالك انه انا يعني مثلا راح اعدي لك اياه بس لانك مو من مستواي، يعني اكيد انه ارد عليك. وانما لو انا معتبرك وحاطك انه انت مثلا بخانه الرجال انه اللي انا ارد عليهم كان رديت عليك، بس ما حاطك بهاي الخانه، لو حاطك كان رديت. على العموم فبغض النظر عن هذه المسبات اللي صارت، انا مستحيل ارد، يعني مستحيل انزل نفسي وارد. فهمت شلون؟ انتم تعرفون من البدايه انه انا كلهم شلتهم من الصداقه وكلهم مسوي لهم بلوك، ومستحيل اشيل البلوك، ومستحيل يعني بصراحه حتى اعتذار انا ما اريد منهم لانه ما يشرفني، ما اريد، شكرا والله. يعني جد ما اريد، لا اعتذار اريد ولا شيء اريد ولا مستحيل يعني، والمستحيل انزل نفسي. الشيء الثاني انه انا هاي السالفه مستحيل انزل نفسي عليها، بس السالفه الثانيه انه انت ما تعيط على بنيه صديقتي وانا اعزها هنا باللايف، هذا الشيء خط احمر. خط احمر ليش؟ لانه انت من عبالك انه انت تقدر تسوي اللي براسك بكيفك وتتصرف على كيفك هنا باللايف قدام الناس. هسه لو انت معيط بالخاص اقول لك هم اوكي، بس تجي هنا تعيط قدام الناس تهينها، لا عبالك انه هذا الشيء يعني يعدي هيجي، او مثلا احنا نمشي لك اياه ونقول لك يلا اوكي يلا بكيفه هو. لا مو بكيفك حبيبي، انت مو بكيفك ولا بكيف اكبر واحد. تحترم نفسك انت واللي وياك، لانه مثل ما انتم ما تقبلوها على غيركم لا تقبلوها على شخص احنا نعزه ونحبه. فمثل ما انت ما تقبلها على الناس اللي وياك، ومثل ما انتم تقعدون تسوون مدري هاي شنو شغلاتكم سووها بيناتكم. اما الناس المحترمه تحترموها غصبا ما عليكم. اما اذا انتم ما تعرفون بالاحترام فعادي تقدرون انتم تظلون وحدكم يعني لوسيات بكيفكم عادي، ما عندي مشكله. بس ما انتم تجون تتعدون على اشخاص هم ما مسوي لكم شيء وتعيطون عليهم باللايف، فلا حبيبي انت شو، ما حد ما ينصحك، ما حد ما يوجهك. اكو 100,000 واحد هنا، اكو 100,000 واحد حرفيا يوجهك ويعلمك ويقول لك الصح، واذا مو بالعين والغاتي حتى بالعين الحمراء، فبكيفك بعد. فانت اذا حاب مثلا تصحح او تحفظ ماء الوجه اللي بقالك، يمكن حتى ما بقالك، بس اذا بقالك يعني اطلع اعتذر من الشخص انك قللت من قيمته قدام الناس. قول يابا انا هذا الشخص قللت من قيمته، انا غلطت. اطلع اعتذر، قول يابا انا اعتذر بلايفك. احنا صراحه انا ما يشرفني اصعد وياك، ما اريد اعتذارك. انا بالنسبه لي انت سبيتني، اكو جمهور يرد عليك، اكو ناس عندي الحمد لله والشكر ترد عليك، انا ما مضطر ارد عليك ولا مضطر انزل نفسي. فمثل ما يقولون المعروف معروف ولا يعرف. تمام لوسي كفو خساري كفو سيدي. فالشيء اللي اريد اقوله انه حرفيا شخص من يشوف هذا الشيء، يعني انت من شخص يشوف هذا الفيديو انت ما قاعد تهين الشخص المقابلك، ترى قاعد تهين نفسك.